موضوع البرنامج اليوم أو المحاضرة تبعت اليوم رح تكون عن الخوف، أسبابه وعلة. مين أنا؟ أنا خلود حلواني، معالجة بالسلوك، معالجة محترفة بالسلوك، خبرتي تتعدى 10 سنوات. بآخر فترة الناس اللي متابعة صفحتي رح تشوفوا إنه حكينا عن الموسم الأول للتعامل والتحرر من اليوم. هذا اللقاء اللي لنا هو مش جلسة علاج ولا جلسة تقنية ولا تمرين. هذا اليوم اللقاء اللي لنا هو جلسة بنفوت فيها بالعمق ونفهم شو هو الخوف وليش بنحبس بجسمنا، ليش بيظهر ليش وشو الفرق بين الخوف الطبيعي والخوف اللي بيحبسنا من جوا. وانا متاكده انه كثير ناس معنيه تفهم شو اللي عم بيصير معها عن جد، وهالخوف متعلق بإشي من برا ولا هو اساسا موجود جوا. شي يوم او بتعرف شي حدا اللي ارتجف، خاف، قلبه صار ينبض غير شكل، عرقه صار يضرب غير شكل، وجهه حمار والبرودة أكلت جسمه. اليوم هذا اللقاء لإلك أنت وللناس اللي بتعرف إن الموجودين بهذا المكان. تعال نبلش بأول سؤال اللي رح نطرحه عليكم اليوم. شو هو الخوف حسب رأيكم وليش بتظهر؟ أولاً حابة أقول لكم شغلة، الخوف هو مش غلط، هو آلية طبيعية ربنا خلقها جواتنا لحتى تساعدنا إن نتصرف. هل أنا بيجي عندي أسد حقيقي موجود قدامي، هل راح أقول لا الخوف هذا شيء فاضي؟ لا، راح يكون في له فايدة جدا كبيرة. وبالتالي شو بيصير؟ يا إنه أنا لازم أهجم وأحارب، أو إنه أنا لازم أهرب، أو في ناس اللي بيكون في عندي الجزء اللي بيجمل. وهون بيجي المركز الدماغي اللي بيسموها الأميجدالا. هذا المركز له مركز تحسس أو الاستجابة للخطر، بفعل النمط العصبي السيمباتيكي الودي، وبفعل الغدة الكظرية، وبالتالي بيخلق كومي من الهرمونات زي الكورتيزون والادرينالين، اللي بالتالي بيخلق نوع مثلا وسطة جدا قويه، زي المعده بتنقبض، القلب دقات قلبه جدا سريعه، التنفس بيكون مرات حتى في ناس بنخنق التنفس الموجود عندن. وكل هذا بسبب العمليه النمطيه اللي صارت بعمليه الجسديه الدماغيه اللي بتفوت البني ادم بحاله اما بالهجوم او بالهروب او بالتجمد. في هي الاستجابات علميا بكيفيه التعامل الجسدي الطبيعي. احكي لكم اياها الشغله بطريقه مثال. غزال لحق اسد، هذا الغزال بشكل فطري مش رح يجي يحاربه لهذا الاسد، رح يهرب منه. بمجرد عمليه الهروب تبعت الغزال هو فعل الاميجدالا عنه زي ما بنفعلها عنا. ولكن شو اللي بيصير؟ شو اللي بيختلف؟ الغزال بهرب، هو موجود بموجة جدا كبيرة من الكورتيزول ومن الادرينالين. بمجرد ما تم انقاذ حياته بخصوص الهربان، رح تشوفوا انه في جزء منه من بعد ما تخلص هاي القصة بوقف، بيرتعش رعشة جدا قوية اللي من خلالها بنفض كل طاقة الخوف اللي كانت موجودة جواته، وبنتقل لحياته بشكل. شو اللي بيصير معنا احنا؟ هذا اللي بيصير، هاي المشكلة الموجودة عند البني ادمين. المشكلة مش بالخوف نفسه، لأنه طبيعي إنك تخاف، طبيعي إنك تحس بالمشاعر اللي بتحسها، ولكن اللي مش طبيعي إنك تضلك عايش بهذا الخوف لحتى ينتقل ويكون نمط مستمر من الخطر، اللي بدل ما يكون إنذار وقتي بصير إنذار دائم. فبتصير تشوف كأنه كل شيء محكي ومرئي بعيون الخوف وبعيون الخطر. وهون بتكون المشكلة. ممكن مرات فكرة تفيق الخوف جواتك، أو ممكن موقف اجتماعي يفيق الخوف جواتك، أو ممكن حتى ذكرى تفيق الخوف اللي جواتك، مع إنه فيش روابط منطقية معها إطلاقا، فيش روابط منطقية معها. تعال ننتقل هسه للخوف من زاوية الطاقة. أول شيء الخوف هو طاقة برودة، هي طاقة قابضة تكمش البني آدم. شوف البني آدم لما بخاف ما بيكون هيك مفرهد وفاتح ايديه ومبسوط. الخوف بشد البني آدم وبيسكره. وحتى المشهد المعروف بخصوص الخوف هو المشهد اللي بيكون واحد مسكر على حاله ومش مش مسكر حتى عيونه، مش قادر انه يشوف، او عيونه بتكون مبحلقة زيادة عن اللزوم. اوكي؟ فانتم من خلال هذا المحل بتعرفوا انه الخوف هو شعور قابض،
مسكر، هو مش شعور فاتح، هو شعور قابض. هذا الشعور إذا كان مكرر بطريقة كافية للجسم بيخلق طاقة برودة موجودة، بتخلق طاقة برودة بتقعد على عضو معين، تقعد على مركز معين وبتشل حركته بطريقة غير جميلة. في ناس اللي يعانوا من الخوف اللي إلن صدر عندن أو بين عندن من بعد ما فقدوا حبيب لإلن، فقدوا شخص غالي على هذا الخوف قعد على منطقة القلب، فأي كلمة مرات بتهزن، أي شعور بخوف. في ناس تاني اللي عندن خوف من المستقبل، أفكار كتير، شغلات كتير، أنا خايف، أنا كذا، فبهم من المقطع اللي هون بيكون بينتقل ستبعد على منطقة المعدة والبنكرياس. بعدين إذا كان بني آدم خايف من الحب، من القرب، من الحميمية، ممكن يقعد على منطقة الرئتين والأضلاع الموجودة هنا. الخوف تقدر تصنفه من إيش أنت خايف بالأساس. الخوف بحد ذاته ولا مرة كان مشكلة. المشكلة الأصلية اللي فيه الصدمة اللي كانت موجودة، اللي انت ما عرفت انك تتعامل معاها، وبالتالي خلقت اللي خلقته معك، وبعدها قاعدة عم تستناك، قاعدة عم تستناك لحتى تعرف كيف تتصرف فيها. إنسان اللي ممكن قلط صدمة فراق معينة، ممكن خلقت جواته شعور بالخوف وشعور بالوحدة، شعور بالاشتياق اللي مش عارف، الجسم عنده كل جهازه العصبي وجهازه كله مش عارف انه يظبط اموره فيها. انت مش حالة للعقدة، العقدة رح تضلها مكملة موجودة معك. كمان مرة في اشي حدث معين، صدمة معينة قلطت مع هذا الشخص، مجرد بانه هاي الحلقة ما انحلت رح يضل البني ادم علقان، بضرر ما الصدمة ما انحلت البني ادم رح يضل علقان مرة ورا الثانية، مرة ورا الثالثة. وهنا بيجي السؤال اللي بيجي من بعد، اللي بيخلق هذا الخوف، هل هي الفكرة؟ هل هي الشعور؟ ولا هي طاقة الصدمة؟ جاوبوني لو سمحتوا، للي بيعرف او اللي حاسس انه بيعرف، خبروني لو سمحتوا مين اللي بيخلق. هل الخوف يخلق بسبب فكرة، ولا بسبب شعور، ولا بسبب الطاقة اللي خلقته؟ شو القصة اللي هون؟ مين بيخلق مين؟ هل هو الشعور بالأول، ولا هي الفكرة بالأول، ولا هي الطاقة بالأول؟ في ناس بتقول إنه الفكرة تولد الشعور، حكي حلو. مين في كمان؟ في ناس بتآمن إنه هي الفكرة، ناس تاني بتقول الفكرة. ممتاز. حتى توصل للشغلة لنمط، هي بتبدأ بفكرة معينة، بتخلق أنماط معينة من التصرفات والقرارات والمشاعر، وبتصير بالآخر عندنا في نمط شخصية بارز. لما بيتكرر بطل يفرق من اللي عم بيخلقها، يعني بطل نعتمد على إنه الفكرة هي اللي عم تخلقها، لأنه الشعور ممكن يخلق كل هاي السلسلة، الطاقة ممكن تخلق كل هاي السلسلة، الفكرة ممكن تخلق كل هاي السلسلة، وبالتالي بتصير في عملية إدمان. الخلية تعودت على هذا الضخ القوي من هي الطاقة السلبية، مجرد ما البني آدم يزيح عنها شوي صغير بتقول لا استنى شوي، بس أنا بعد بدي أنا تعودت على هذا الشعور حتى لو إنه سلبي. هاي مساحة أو دائرة الراحة اللي الجسم بصير يتغذى من خلالها، يعني بتصير الفكرة تغذيه، الشعور بغذيه، وحتى التصرفات تغذيه، وحتى أي طاقة اللي ممكن تكون زي حروبات اللي ممكن إنها تغذيه، تخلق النمط الخطر الموجود عند الشخص. فبتصير الفكرة بتفيق الشعور، والشعور بفيق الفكرة، والطاقة بتفيق الفكرة، والطاقة بتفيق الشعور. لخة جدا كبيرة البني آدم مش عارف إنه يطلع منها. تعال انتقل إسا لنوبات الهلع. نوبات الهلع تيجي بتقول لك كالتالي: الناس من برا يمكن تتحسس البني آدم اللي عنده نوبات هلع. أول شيء حدا فيكو أو بتعرفوا حدا عنده نوبات هلع؟ اللي عنده نوبات هلع أو نوبات خوف بيعرف الإشي اللي أنا عم بحكي عنه، لكن اللي ما بيعرف هي بتسيب البني آدم هيك بدون سبب، حرفيا بدون سبب. الأسباب جدا تافهة لدرجة نفسه البني آدم بيجي بقول
عن جد انا ما كنتش اخاف اصلا من هاي الشغله. هاي الشغله ما كانش تستفزني، ما كانش تخوفني، ما كانش تعمل لي شيء. سبب البني ادم بفوت بموجه جدا قويه من نبضات القلب، غصه بمعده بالمعده، رجه معينه، تدفق وجهه بيحمر، عيون بحس الضغط موجود بعيونه، ممكن تحسوا تعرق غير شكل، رجه غير شكل، بروده غير شكل موجوده بالجسم. مين بتعرفوا عاش هيك لحظات جدا صعبة؟ نوبات الهلع هي مش وهم وهي مش غلط، هي كأنه الجسم وصل لمستوى عم بقول لك خلاص أنا ما عدتش أقدر أستحمل، مش قادر، كأنه بيعمل عملية شلل وقتي داخلي اللي من خلال بقول لك ظبط الأمور، أنا مش قادر أستحمل، أنا مش قادر إنه أنا أستحي إطلاقا. بهذا المحل الجسم بيبدا يعمل كل التفاعلات اللي ممكن واحد من برا يقول مش لهالدرجه، ما تخناش، يعني ما صار شيء لهالدرجه اللي يخليك القد خايف والقد تعبان والقد، بس اني مش فاهمين هاي الشغله بتصير اوتوماتيكيه داخليا. حتى الشخص بشكل واعي بيتساءل بقول ايه طب ليش؟ شو اللي عم بيصير؟ شو اللي صار معي اللي خلاني موجود بهذا المحل؟ في ناس توصل معي درجة بطل يقدروا يطلعوا بالسيارة لأنهم خايفين، في ناس بطلوا يطلعوا من البيت لأنه نوبات الخوف عم تستلمن، في ناس بطلوا يحكوا مع الناس لأنهم خايفين. الخوف صدقا يتحول من آلية دفاعية طبيعية وجميلة لحتى يصير آلية تسجن البني آدم سجن تام، اللي من خلالها بتقول له انت تحت سلطتي مش انا تحت سلطتي. هنا بيكون الخطر، هنا بتكون المشكله، لانه بالبني ادم ساعتها بيحجز حاله بمكان اللي بطل يقدر يعرف يفكر مزبوط ولا يحل ولا يشعر بالمشاعر المزبوطه اللي له بالطريقه المزبوطه اللي له، بالعكس يتحول من انسان له حريه الاختيار الى انسان تابع لمشاعر الخوف اللي عم تتحكم فيه. وهي من اصعب الامور اللي بتدفش الناس، انه انا لازم الاقي لي شيء حل. بتحس حتى لما ترتاح حتى من شعور الخوف بتحسي بخوف، عشان تعرفوا الديناميكيه العاطله اللي الجسم بفوت فيها، اللي من خلاله بيجي بقول له انت علقت. بس انا ما بقول انه علقت لحتى انكم تكملوا بالعلقان اطلاقا، انا بس عم بشرح الصوره الموجوده مع الناس اللي انا عارف، الناس اللي قلطوا بنوبات هلع ونوبات خوف هن بيعرفوا شو الاشي اللي انا عم بحكي عنه، لان فاهمينه شو معنات الكلمات اللي انا عم بحكي لهم اياها. وصلت لعندي زبونه، هاي الزبونه فقدت والدها قبل ما تيجي لعندي، يعني قبل كأنه شي سنه او اكم من شهر مش متذكرين، ولكن بخلال وصلت لعندي عم بتعاني من نوبات خوف وهلع، خوف من كل شيء، من اتصال، من حركة، عصبية زيادة بالبيت، قراراتها مش مزبوطة، عصبية مع الزوج، الأمور كلها تلخبطت عندها، بالإضافة لكل العلامات اللي ذكرت لكم إياها. وكله صدر وفاق معاها فقط من خلال تجربة اللي هي ممكن تكون تجربة طبيعية بتصير بالحياة، وهي تجربة الفقدان. فقدت والدها، ولكن والدها باللاوعي اللي إلها كان هو مصدر للأمان اللي إلها. وين مشكلة أغلبية الناس؟ إنه إحنا بنخلي أشخاص ولو بشكل لا واعي أو واعي إن هن يكونوا مصدر الأمان اللي إلنا، ولكن ما بنعرف إنه الأشخاص هن مش دائمين. الدائم الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. إذا حكمنا شعور الأمان الموجود جواتنا على أشخاص معينة، على أحداث معينة، ستة بتكون ردات الفعل جدا كبيرة، لأنه إذا أبوي مات فأنا فقدت معاه شعور الأمان وأنا وحيدة. في واحدة بتقول يعني عمليا احنا عايشين بوهم، صحيح، لأنه هون خيوط الخوف اللي متحكمة فيكو مش الحقيقة المتحكمة فيه، وهم هو مش حقيقة، ولكن للي عايش هذا الشعور رح يحس انه حقيقة 100%، رح يعرف انه حقيقة بكل تفاصيله وبكل اجزائه، ورح يقول لا بس انا خايف، انا عايش هاي التجربة. ولكن هو صدقا هو نوع من الوهم اللي البني ادم عايش فيه، ولكن متحكم فيه كايدين مسكيته ومش عارف كيف يطلع منه. هتكملكم هاي القصة. بني ادمي اجت لعندي وهي عايشة بمشاعر خوف جدا ثقيلة، زي ما خبرتكم، عصبية مع الأولاد،
مع الزوج خايفة تتقدم، خايفة تتعلم، خايفة غير ردة الفعل تبعت الجسم. بمجرد ما تم علاج الصدمة الأولانية ونقل الشعور بالأمان من الأب والتعامل مع هاي الصدمة، لأنه في ناس بأخذوها بطريقة جدا ثقيلة، بمجرد ما نحل هاي الصدمة والانتقال بالتقل على إنك تحط الأمان على الله، هيك البني آدم نقلت هيك. لأنه زي ما قلنا هي فكرة بتخلق قرارات وتصرفات ومشاعر وبتخلق نمط شخصية بالآخر. بمجرد ما يتغير هاي النمطية كلها، وبالآخر كله طاقة، يعني الفكرة طاقة، الشعور طاقة، نمط الشخصية طاقة، كله عبارة عن ترددات معينة تطلع من جسمنا. أوكي؟ بمجرد ما يتغير هذا النمط، هذه الصدمة اللي عالقة بالجسم، اللي الجسم مش عارف يتصرف فيها، مش عارف يتعامل معها، فبتلبس قناع الخوف. أنا خايف، أنا وحيد. بمجرد ما نزيح هذا القناع ونقول له أوكي تعال نطلع على الأمور بطريقة واقعية أكثر. أنت فقدت شخص، وهذا على عيني وراسي مؤلم ومحزن جدا، ولكنه ليس مصدر للأمان، لأنه مصدر الأمان اللي قلنا هو الله سبحانه وتعالى وليس الناس. مصدر الأمان اللي قلنا هو إشي داخلنا، بإشي ربنا خلق لنا إياته، مش الناس الموجودين حوالينا. وأنا عم بحكي وأنا فقط على صدمة الفقدان. في ناس بيعانوا من الخوف ونوبات الخوف بسبب شغلات تانية ما خاصة بالفقدان. فأنا فقط بس عم بجيب لكم من واحدة من القصص اللي بتحكي عن الشعور بالفقدان اللي خلاها تعيش مشاعر خوف جدا قوية. ممكن شعور الخوف يفيق بسبب حدث معين صار واللي ما عرف البني آدم يهضمه، وبالتالي خلق له سلسلة من الشغلات الصعبة والمتعبة اللي ما عرف يطلع منها. مليون سبب ممكن يكون للخوف، بس بدي اياكم تعرفوا انه الخوف مفروض يكون آلية دفاعية حامية لإلكم، مش شعور اللي يحبسكم من جوا اطلاقا. مش لازم يكون بهي الطريقة. إسا اللي فيكم بيسألني وبيجي بقول لي طب كيف نحل؟ اليوم حكيتي وقلتي طيب، قلتي لنا كيف الدماغ بتصرف، كيف الخوف بتصرف كطاقة وبعد على الأعضاء، وحكيتي قصة وقلتي شو الشعور وشو الفكرة وشو ونوبات الهلع. طب احنا كيف نقدر نحل؟ إذا لاحظتوا للناس اللي متابعيني والناس اللي بدها تتابعني من اليوم إن شاء الله، أنا عملت سلسلة اللي سميتها الموسم الأول للتحرر من الخوف. هاي السلسلة بعطيكم فيها تقنيات من عالم السجق اللي من خلاله خلال كفة ايديكم انتوا بتقدروا انكم تفكوا هاي العقد. شو معناتها؟ بدينا بفيديو اللي بيحكي عن التنفس، اللي انت من خلال التنفس تطلع من وهم الخوف وبترجع لحقيقتك، حتى لو انك بشكل واعي او غير واعي مش منتبه لها. لكن كثير ناس بقول لك احنا حسينا بتحسن. في فيديو تاني حكيت فيه عن نقطة القلب وعلمتكم كيف تستعملوا نقطة القلب، وخاصة للناس اللي بيعانوا من الفراغ. تاني اللي علمتن كيف يستعملوا تقنية نقطة المعدة، الناس اللي بتتشنج عند المعدتن تنقبض معدتن بمجرد ما يحسوا بخوف غير شكل. علمتكم بالمفاصل كيف انك تروح بالمفاصل حسب علم السجق، انك تروح على مفصل، كل مفصل له شعور وله تحرر من نوع معين. فانتوا من خلال هذا المفصل او من خلال مفاصل تاني انت بامكانك انك تنزل شعور الخوف، ترفع شعور الحب، وتحس على المحل انه انت طاقتك تغيرت. وكثير ناس كتبوا لي بهذا المحل قديش امور تغيروا. واليوم حتى بالذات واحد بيقول انه كان في عنده خشونه بالمفاصل اللي له خشونه، ما الخوف، الخشونه بالمفاصل اللي له، بمجرد ما انه نزل الخوف اوجاع المفاصل اللي له اختفى. لانه كثير شغلات بجسمنا هي نابعه من الخوف اللي احنا مش عارفين نهضمه جواتنا. انتبهتوا للحكي اللي عم بحكي لكم اياه؟ بمجرد ما تحرروا هذا الخوف، نوبات الخوف، صدمة الخوف، فكرة الخوف، وفكرة انه الامان هو نابع من اشي من برا، تتلاشى كل اعراض جسدكم الجسدية، الاوجاع، قلة النوم، مشاكل النوم، كل اوجاعكم تتلاشى بشكل جدا كبير، وبتنتقلوا لمحل امن وجميل بهي البساطة. حكينا عن تقنيات التنفس، القلب، المعدة، المفاصل، وبعدين انتقلنا لعملية دمج ما بين التنفس ونقطة القلب. وهناك بيكون ختمنا، واليوم بيكون ختمنا مع هذا البث المستوى او الموسم الاول من التحرر من الخوف. في منكم جزء ناس رح يقول لك اوكي انا بعرف اعالج نفسي لحالي
ممتاز جدا، عندك التقنيات قدامك وبالمجان بامكانك انك تستفيد. في ناس ثاني بيقول لك لا انا بدي افوت بعمق، للناس اللي جاهزه تفوت للعمق اللي بتحتاج واحد يساعدها بامكانها تحجز عندي جلسه او جلسات اعتمادا على الوضع الموجود عندها.